السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة طاجن كبد وقوانص طعمه في حتة تانية. تعالوا يلا اقولكم على المقادير على طول. انا معايا هنا الكبد مقطعها، يعني جايبه كبد الفريخ غسلها كويس طبعا ونقعاها ومظبطاها ما فيهاش اي ريحه زفاره. انا هنا دوت الكبده ممكن انتي تخليها زي ما هي، عايزه تقطعيها دي ترجعلك. القوانص اهي نفس النظام. اللي معايا بقى هنا ده الخضار المشكل، اي خضار عايزه تحطيه ممكن تحطيه وتطلع معاكي تحفه. انا معايا هنا دول حبيتين بطاطس انا مقطعاهم مكعبات، معايا فلفل اصفر، معايا فلفل قرن فلفل، ممكن يكون سبايسي او عادي اللي يرجعلك برضو اللي تحبيه. معايا طماطم مقشراها ومقطعاها برضو قطع، ومعايا هنا دي بصلايه واحده انا مقطعاها مكعبات. معايا ايه بقى هنا دي في البوله؟ انا البوله دي كده معايا بشرة فيها بصلايه صغيره، يعني بالحجم اللي هو المتوسط كده، يعني مش كبيره ولا صغيره. بشراها وحاطه ايه بقى فيها، حاطه ديت معلقه السبع بهارات. السبع بهارات دي يعني من اجمل الحاجه اللي بتخلي طعم الاكل كويس جدا. معايا بقى ايه نص معلقه ملح حطاها برضو. انا هبدا بقى ادعك دول كده مع بعض اهوت. انا دعكتهم كده مع بعض. هبدا بقى اجيب الكبد والقوانص انزل عليهم بيها وابدا اقلبهم اهوت. انا عملتهم مع بعض، خلطتهم مع بعض كويس. هو يستحسن ان انت تسيبيها ايه يجي ساعة ساعتين، تاخد من البصلاية والسبع بهار ومعلقة الملح تتبلها. بمعنى اصح بتخلي طعمها برضو احلى واحلى. بس انا هشتغل بيها على طول، لو حابه برضو تشتغلي بيها على طول زي كده اشتغل فيها على طول، مفيش اي مشكله. تعالوا بقى على البوتاجاز ونكمل بقيه شغل الطاجن. انا جبت هنا صينيه وحطيت فيها شويه زيت زي ما انتم شايفين كده. انا حطيت هنا ايه حاجه من البصل عشان اشوفها سخنت ولا لا. هبدا انزل بقى بالكبد والقوانص وهفردهم كده. ويستحسن ان انت ما تقلبيش فيها على طول، يعني ايديكي مش تفضلش شغاله فيها، لا تسيبيها لحد ما تتشوح وتشد معاكي، علشان لما تيجي تقلبي كده كتير هتفضلي تقلبي 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 الكبده تتهري منك، مش هتاخدي نتيجه حلوه. وهتطلع وانت بتاكليها تحسي ان هي مهريه، ومش هتحسي، هي اكيد هتطلع معاكي مهريه. فانت سيبيها كده لحد ما تتشوح على نار عاليه، وايه اما تلاقيها خلاص اتشوحت تقلبي فيها تاني. انا مش هقلب فيها دلوقتي غير لما تتشوح وهوريها لكم. اهي يا جماعه هي اتشوحت. انا هبدا بقى اقلب فيها كده. بصي الكبده معاكي سليمه ومش مهريه ولا اي حاجه. ليه؟ عشان ما فضلتش اقلب فيها، انا سبتها هي اتشوحت منها فيها. هبدا بقى اعمل ايه دلوقتي؟ هجيب البطاطس وانزل بيها. اهي يا جماعه انا جبت البطاطس وانزل بيها بقى. هبدا اقلب. انا هفضل اشوح فيها شويه، يعني انا اشوحها بس واوريها. انا شوحت البطاطس مع الكبده والقناصه. هبدا بقى انزل بالخضار، هنزل بالخضار كله وهديلها برضو تقليبه. الصبح انا حطيت دلوقتي كل الخضار وشوحته كله مع بعضه. هبدا بقى انزل بالبهارات. البهارات عامه اللي انا حطيتها في الاول دي كانت بهارات الكبده، انا دلوقتي هبدا ابخر الخضار. انا جبت ايه هنا بقى؟ جبت ملح وجبت السبع بهارات وجبت فلفل اسمر وجبت كمون وجبت كزبره. هبدا انزل بيهم بقى كده. ممكن تضيفي بابريكا تديكي طعم احلى وطعم جميل برضو. ترجعي تقلبي كده تاني. ما تقلقيش البطاطس هتستوي جدا معاكي، وهي هتنزل الميه بتاعتها وهتستوي وهتبقى تمام، مفيش اي حاجه. انا لو لقيتيها نشفت هتبداي تضيفي لها شويه ميه مغليه فقط لا غير. انا دلوقتي عشان هي دلوقتي ناشفه مني برضو شويه ولسه منزلتش الميه بتاعتها، هحط لها يعني بق ميه مغليه بس، يعني حاجه صغيره ميه مغليه. انا بقى هبدا انزل بيها بشويه ميه مغليه، يعني ربع كوبايه، وهسيبها اغطيها واسيبها.
بعد ما غطيتها وسبتها بقى هسيبها تستوي خالص ولحد ما البطاطس تستوي، وهبدا اوريها لكم برضو في مراحل الاستواء بتاعتها. بصوا يا جماعه، هي بسم الله ما شاء الله بقت كده استوت، بقت تمام. البطاطس الاخرى استوت، بقت مفيهاش، بقت سوا. هبدا بقى انقلها في الطاجن واعملها الطشه بتاعتها. بصوا يا جماعه، انا جبت الطاجن اهو. هبدا بقى انقل الكبده كده من هنا للطاجن بالصوص بتاعها. شايفين الصوص ده؟ انا الاخر هحطه في قلب الطاجن. انا خلصت الكميه كلها، حطيتها في قلب الطاجن زي ما حضراتكم شايفين اهوت. تعالوا بقى نعمل الطشه مع بعض. انا جبت بقى المقله، حطيت فيها شويه زيت وحطيت فيها فصين توم كده، وهسيبهم يسخنوا. انا بقى قبل ما تتحمر قوي هنزل عليها بمعلقه كزبره، وبعد كده هنزل بنص معلقه الهريسه دي هريسه الشطه انا عاملاها. اقلبها كده كويس بالطافيه. هاجي بقى عند الطاجن هنا واروح رشها كده عليه هيت. زي ما انتم شايفين كده. انا حطيت التقليه بتاعتها. هبدا بقى ادخلها الفرن. بصوا يا جماعه، الطاجن بعد ما اتحمر من الوش واستوى وما فيهوش اي حاجه، وبسم الله ما شاء الله، والصوص فيه. بصوا الطاجن جميل جدا وكل حاجه مستويه فيه. وبصوا يعني بسم الله ما شاء الله كله مستوي، مفيش حاجه اسمها مستوتش. جربوه، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.